السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واصحابي في الله، عاملين ايه؟ يلا بينا نحضر فطار سهل وسريع من البيت المصري بتاعنا. فطار مصري اصيل. هنعمل ايه؟ اول حاجة طاسة حطيت فيها معلقة من السمنة، هنزل فيها بقطع من اللحمة. هنعمل اللحمة النهاردة بطريقة مختلفة، عملتها معاكم قبل كده من كذا سنة، يعني من حوالي سنتين ولا سنة ونص كده، بطريقة حلوة قوي جدا هتعجبكم. ما فيهاش اي بصوا افتكاسات ولا فيها اي حاجة خالص. هندي اللحمة تشويحة كده حلوة زي ما انتوا شايفين في قلب السمنة لغاية ما نسد المسام بتاعتها. طبعا السمنة دي او الزبدة دي بتاعت مدام امام بحر، انا بجد بعشقها، حلوة جدا جدا، طعمها في الاكل تحفة يا جماعة، بجد روعة روعة. هنجيب علبتين من الزبادي، زبادي هننزلها على اللحمة، بتخلي اللحمة جوسي وطرية وحلوة جدا جدا. جربوا الطريقة دي، صدقوني حلوة قوي. انا والله كنت عاملاها معاكم زي ما قلت لكم من فترة طويلة قوي. هننزل بعلبتين من الزبادي، اي نوع زبادي انت بتفضليه. انا نزلت بزبادي بلدي عادية، لو انت حابة تنزلي بزبادي مصانع مفيش اي مشكلة. تمام. وهنبتدي نقلب الزبادي في قلب اللحمة لحد ما اللحمة تتشرب الزبادي كلها، ما يبقاش فيه زبادي خالص في اللحمة، تبقى بس فيه صوص بس كده. هنا بقى سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى. اللحمة اتشربت زي ما انت شايفة كده، بسم الله ما شاء الله. هنعمل ايه؟ هنعمل حاجة يا ست الكل، هننزل بنوعين بهار بس، فلفل اسمر وملح، مش هنحط اي بهارات تانية خالص نهائيا. طب ينفع اخرط لها مثلا قرن فلفل، بصلايه؟ لو انت حابه حطي، مفيش اي مشكله، لكن انا فضلتها تبقى كده بس ساده من غير اي حاجه خالص، لان الصوص اللي هيطلع منها كفيل يخليكي بصي تاكليه كده بالعيش، من غير اي بقى بصل، من غير طماطم، من غير اي حاجه خالص. وهنقلب كده اللحمه بتاعتنا. طبعا في الاول بنبقى معليين النار عليها، لما بتبتدي تغلي غلوتين تلاتة بنبتدي نوطي النار ونسيبها تاخد وتدي علشان خاطر تستوي معانا كويس جدا. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ ميه دافيه او ميه سخنه، وهننزل على اللحمه بتاعتنا وهنغطيها بقى ونركنها على جنب، ونروح نعمل حاجه تانية برضو من البيت المصري بتاعنا. نقلنا بقى اللحمه على عين تانية خالص، وغطينا هدينا النار عليها تاخد وتدي بقى مع نفسها في السوا. خرطنا بصلايه صغيره، نزلنا عليها بمعلقه من الزبده، هندي البصلايه دي تشويحه بسيطه كده لغايه ما لونها بس يبتدي ياخد اصفرار كده بسيط. احنا مش عايزين نحمرها ولا اي حاجة خالص، احنا بس عايزينها تصفر معانا. وهنا بقى هنسمي الله، والبصلايه اصفرت معانا، هننزل بشوية من الطماطم عليها. والطماطم دي اللي انا كنت مفرزاها معاكم، بتنفع بقى في الوقت دوت علشان خاطر ما نضيعش وقتنا. وهنا بقى سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى. وهنحط ايه؟ هنحط فلفل اسمر، وكمان هنحط ملح بس. لو عايزه تحطي واحده من الماجي مفيش اي مشكله، بس انا بصراحه ما كانش عندي ماجي فما حطيتش. ملح وفلفل اسمر وبس كده، وهنسيبهم يتسبكوا مع بعض. وهنا بقى كده بعد ما تسبكوا مع بعض زي ما انتوا شايفين كده بالجمال والحلاوة دي، هنعمل ايه؟ هننزل ببقية الطماطم اللي معانا، ونبتدي في اول غلوة ليها هنشوف هننزل ايه، يا ترى هنعمل طبيخ ايه. وهنا بقى هنسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى، وننزل بالبزلة اللي احنا كنا مفرزينها يا جماعة. بصوا بسم الله ما شاء الله، مفرزينها زي ما هي، جبناها فصصناها غسلناها سيبناها تتصفى، عبيناها في الاكياس. بصوا بتطلع بسم الله ما شاء الله اكنك لسه جايباها. وهنا بقى خلاص المغرب هتدن، يلا بينا بقى نشوف الجمال. بوست اللحمة بالصوص بتاعها حاجة بسم الله ما شاء الله، تحفة بجد. الصوص ده على الرز حلو قوي، وشوية من البسلة وشوية من الرز الأبيض وشوية لفت. وده الفطار بجد، الفطار مش بكتره، الفطار بحاجاته القليلة البسيطة اللي بتشبع. وأقول لكم السلام عليكم.